أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة أصدقائي هنتكلم عن نبات مهم جدا جدا، نبات النعناع. في مشاكل بتواجهنا كلنا بخصوص نبات النعناع. بنكون زارعين نبات النعناع، بيجي نبات النعناع بيكون صغير، النبات ما بيكبرش، النبات بيكون ضعيف، الأوراق صفراء. فإيه الأشياء اللي بتخلي نبات النعناع إن هو يكون ضعيف؟ إحنا عايزين نبات النعناع يكون قوي، الريحة بتاعته تكون جميلة، الأوراق بتاعته تكون خضراء. فالنهارده من خلال الفيديو بتاعنا ان شاء الله هنخلي نبات النعناع يعني ما شاء الله حاجه كبيره، نبات النعناع يكبر، الاوراق تكون خضراء، الريحه بتاعته تكون جميله جدا. بنصحك انك تتابع الفيديو للنهايه عشان تستفيد باكبر قدر ممكن من المعلومات. اول حاجه اصدقائي لازم تاخد بالك منها وبتاثر تاثير كبير جدا على نبات النعناع وعلى اي نبات موجود عندك، وهي زياده الري. طبعا احنا بنبص في التربه من فوق نشوف ان التربه حصل لها تيبس او التربه ناشفه، فبنبدا ان احنا نروي. ثاني يوم بنشوف نفس الموضوع، بنبدا ان احنا نروي. ولكن عايز تعرف النبات محتاج للميه او لا، محتاج للري ولا لا، بتعرفها من خلال بنعمل ثقب على عمق 5 سم من سطح التربه، ومن خلاله بتتعرف على التربه هل هي رطبه ولا لا. لو رطبه ما ينفعش ان انت تروي، فما تحكمش على النبات من السطح الخارجي للتربه. فزياده الري بتعمل اختناق في الجذور، عدم قدره الجذور على التنفس، بالتالي بتجيب عندك طحالب، بتجيب بكتيريا، بتخلي التربه فيها اعفان، فده كله بيأثر على الجذور. ولو الجذور متأثره عندك او فيها مشاكل، بالتأكيد او بالتالي النبات عندك هيكون مصفر وضعيف وصغير جدا. فأول حاجة لازم تاخد بالك منها وهي عدم زيادة ري نبات النعناع. نروي باعتدال ونخلي التربة رطبة زي الإسفنجة المبللة. الحاجة الثانية أصدقائي اللي بتأثر على نبات النعناع وبتخليه ضعيف والأوراق بتاعته مصفرة، وهي زيادة تركيز التسميد. طبعا في ناس بتحط التسميد من غير ما يعرف التركيز اللي محتاجه النبات، من غير ما يعرف العناصر أو العنصر الغذائي اللي محتاجه النبات. كتر السماد بيضر النبات، مش هيستفاد منه، بيعمل احتراق في الأوراق، بيعمل احتراق في الجذور، اصفرار في الأوراق. يبقى ما نزودش التركيز عن الحد اللي محتاجه النبات، يعني نضيف السماد بتاعنا بالتركيز المطلوب، وما نضيفش كل يوم ولا كل اسبوع، نحط مرتين في الشهر السماد اللي محتاجه النبات. زيادة التسميد يا أصدقائي أو زيادة تركيز السماد بيضعف النبات، بيضر النبات عندك، بيؤدي إلى اصفرار الأوراق وضعف عام بالنسبة لأي نبات، مش لازم النعناع. الحاجة اللي بعد كده يا أصدقائي اللي لازم ناخد بالنا منها وبتضعف نبات النعناع، وهي صغر حجم القصيص عن حجم النبات أو حجم النعناع اللي مزروع فيه. كل ما النبات يكبر لازم نغير القصيص بتاعه، لأن نبات النعناع من النباتات اللي هي بتنتشر أفقيا في سطح أو في التربة عموما. فلو الجذور كترت عندك والقصيص صغير، فمفيش مكان الجذور تنتشر فيه، مفيش مكان الجذور تمتص العناصر الغذائيه اللي موجوده فيه، فبيحصل عندك اختناق في الجذور. يبقى كل ما النبات عندك يكبر لازم نغير القصيص، ننقل نبات النعناع لقصيص اكبر منه علشان تحافظ على النمو الخضري بتاعه وتحافظ على حجمه وتحافظ على الشكل العام بالنسبه لنبات النعناع. الحاجه اللي بعد كده اصدقائي اللي بتضر نبات النعناع ايضا، وهي نقص التربة الزراعية داخل القصيص المزروع فيه نبات النعناع. نخلي بالنا ما ينفعش التربة تكون ناقصة داخل القصيص، لأن لو التربة ناقصة بالتالي الجذور هيحصل لها تهوية، فالجذور لو حصل لها تهوية هتتأثر، وبالتالي هيحصل عندك إن النبات يكون ضعيف والأوراق صفراء والنبات يموت منك. الحاجة اللي بعد كده أصدقائي وهي ومعظمنا بيوقع في المشكلة دي، وهي إن إحنا بنروي النبات النعناع أو أي نبات في الدنيا من ماء الحنفية مباشرة. بنجيب نملى من الحنفية ونبدأ نروي بيها النبات، وللأسف الشديد الماء ده بيكون فيه نسبة كلور عالية. نسبة الكلور دي بتأثر على أي نبات، بتأثر على الجذور، بتأثر على النمو الخضري، بتأثر على الأوراق، بتعمل مشاكل كثيرة جدا بالنسبة للنبات. يبقى لما نجي نروي النبات لازم نتخلص من نسبة الكلور اللي موجودة في المية اللي احنا جايبينها من الحنفية. نتخلص منها ازاي؟ ان احنا نملى مجموعة من الأواني أو مجموعة من الجزاز اللي عندنا، أي حاجة نملى فيها المية ونسيبها مفتوحة تتهوى، ونسيبها لمدة 6 ساعات تقريبا. يعني في خلال ال6 ساعات دول
الكلور هيتبخر من الميه وتكون الميه نقيه عندك خاليه من الكلور، وتبدا ان انت تروي بيها النبات، وبكده النبات هيكون عندك قوي، النبات مش هيتاثر، الجذور مش هيحصل لها عفان، مفيش طحالب في التربه، مفيش مشاكل عندك نهائيا. في حاجه برضو اخيره، انك لازم تعرض نبات النعناع لاشعه الشمس لمده ما تقلش عن 6 ساعات في اليوم. كل ما تعرض نبات النعناع للشمس المباشره فيديك نمو خضري اقوى، يديك ساق اقوى، يديك جذور كثيره ومنتشره، يديك شعيرات جذريه تستطيع ان هي تمتص جميع العناصر الغذائيه اللي موجوده في التربه. يبقى ما ينفعش ان احنا نحطه في مكان ظل، لازم نعرضه لاشعه شمس علشان يكون النمو الخضري بتاعه قوي، يكون شكل النبات يبدا يكبر عندك. الحاجه اللي بعد كده ان احنا نستخدم الاسبرين لنبات النعناع. الاسبرين مفيد جدا لنبات النعناع، نحطه مرتين في الشهر، كل 15 يوم نحط قرص من الاسبرين على لتر ميه، ونبدا مره نروي بيها النبات النعناع، والمره اللي بعديها نرش بيها اوراق نبات النعناع، وبكده نبات النعناع عندك هيكون قوي، نبات النعناع هيكون كبير، الاوراق هتكون خضراء، الريحه بتاعته هتكون ريحه جميله جدا. لو انت اتبعت التوصيات اللي احنا اتكلمنا عنها وعملتها كويس جدا ونفذتها، فبالتالي هتاخد نبات نعناع ما شاء الله عليه كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. فهو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجه منه. لو عجبك ما تبخلش علينا، اعمل سبسكرايب للقناه، فعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.